تشهد الساحة السياسية في المنطقة المغاربية نقاشا متجددا حول ما يعرف بالصحراء الشرقية، حيث تؤكد المملكة المغربية أن هذه الأراضي جزء من ترابها التاريخي الذي اقتطع منها خلال فترة الاستعمار الفرنسي، مستندة في ذلك إلى وثائق وخرائط وإرشيفات تؤكد تبعية هذه المناطق للمغرب عبر مراحل تاريخية متعددة، وتبرز أن ملوك المغرب السابقين مارسوا سلطة فعلية في تلك الأقاليم من خلال البيعات والعلاقات القبلية والإدارية التي ربطت سكانها بالمخزن المغربي. تؤكد الجهات الرسمية المغربية أن استرجاع الصحراء الشرقية يأتي في إطار استكمال الوحدة الترابية للمملكة، وتعتبر أن ما تعرضت له البلاد خلال الحقبة الاستعمارية من تقسيم للحدود أحدث وضعا غير منصف يجب تصحيحه، خاصة أن العديد من الوثائق التاريخية تشير إلى امتداد السيادة المغربية إلى ما بعد الحدود الحالية، وأن الحدود المرسومة بعد الاستقلال لم تعكس الحقيقة التاريخية ولا الواقع القبلي الذي كان قائما آنذاك. في هذا السياق نشطت جمعيات ومراكز بحث مغاربية للمطالبة بإعادة فتح هذا الملف، وتم تأسيس تنسيقيات مدنية ودولية تهدف إلى التعريف بالقضية وإبراز أسانيدها القانونية والتاريخية، معتبرة أن الوقت قد حان لإثارة هذا الموضوع على المستوى الدولي بعد أن تم ترسيخ مغاربية الصحراء الجنوبية. كما عبر باحثون ومسؤولون مغاربة عن أن استرجاع هذه الأراضي لا يعني المواجهة أو التوسع، بل هو مطالبة بحق تاريخي مشروع يجب أن يتم عبر الحوار والوسائل السلمية والدبلوماسية. الخطاب المغربي في هذا الشأن يركز على فكرة العدالة التاريخية، وعلى ضرورة تصحيح ما أفرزته اتفاقيات الحقبة الاستعمارية التي رسمت الحدود بين المغرب والجزائر بطريقة جاحفة في حق المغرب، فيما تعتبر الجزائر هذه التصريحات تعبيرا عن أطماع توسعية، وتؤكد تمسكها بالحدود الحالية الموروثة عن الاستعمار، معتبرة أن إثارة هذا الملف لا يخدم استقرار المنطقة. يظل الملف في الوقت الراهن في إطار النقاش التاريخي والسياسي، ولم يتحول إلى مطالبة رسمية مطروحة على طاولة التفاوض بين البلدين، غير أن اهتمام الرأي العام المغاربي به يعكس وعيا متزايدا بضرورة استكمال الوحدة الترابية وتأكيد الحقوق التاريخية للمملكة على أراضيها الشرقية بطريقة متزنة تراعي السلم وحسن الجوار وتستند إلى الحجة التاريخية والمشروعية القانونية.